السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سيلوكس في شرح كيف نغير أيقونة ابدأ أو ستارت اللي هي هذه. طبعا نحتاج لهذا البرنامج، أنا برفع لكم إياه بالديسكريبشن، بحطه تحت المقطع. طبعا بس قبل نبدأ في البرنامج نروح الكمبيوتر، تفتح الكرسي ويندوز، تنزل تحت لين تلقى هذا، تضغط كليك يمين خصائص، تروح الأمان، تخليك على سيستم، خيارات متقدمة، المالك، التحرير، تحدد على هذا، تطبيق، موافق، بعد موافق. الحين تروح هذا تسوي تحرير. طبعا هذا يعني علشان يسمح لنا ويندوز ان نسوي تغييرات نسوي تغييرات في أيقونة ابدأ. طبعا هذا تحدد هذا وتسوي سماح، الكل سماح، تسوي تطبيق، نعم موافق، خلاص موافق. الحين نرجع للبرنامج. طبعا تلقونه زي كذا مضغوط، تسوي له استخراج، نستنى لما يستخرج لنا البرنامج. طبعا البرنامج صغير وما يحتاج تثبيت على الجهاز. طبعا استخرجنا هذا المجلد، تفتحه تلقى اللي هو هذا البرنامج، وهنا تلقى الاشكال اللي فيها اللي بدل ابدأ. طبعا البرنامج ما تضغط عليه مرتين، لان شوف الحين انا ضغطت عليه مرتين. هذا لا ما بيصير عندك التغييرات، بس يجيك ايرور. لازم تضغط كليك يمين، تشغيل كمسؤول، تسوي نعم. الحين بيفتح لي البرنامج. تضغط على هذا اذا تبغى تغير ايقونة ابدأ. تروح تروح المجلد هذا اللي في نفس المجلد اللي محملينه، اللي هو هذا، تفتحه تلقى هذا موجود، افتح عليه، تلقى عندنا مجلدات، وكل مجلد فيه اشكال. طبعا مثلا اخترنا هذا المجلد فيه اشكال، مثلا اخترنا هذا، تضغط تحدد عليه، تضغط اوبن، تسوي موافق. طبعا شاشة بتعمل ستارت خفيف وتتغير شكل الابداع. زي ما تشوفون الحين. الحين شوفوا شكل الابداع كيف صار، مع نفس اللي في الصورة اللي هو هذا كذا. طبعا اذا تبغى ترجع للشكل الاصلي تضغط بس على هذا، تضغط عليه، لا ثواني، شوفوا كيف ابدأ رجعت الشكل الطبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سيلوكس في شرح كيف نغير شكل أيقونة ابدأ. واتمنى لايك وسبسكرايب وزيارة منتديات سيلوكس.